الطريقة التي لعب بها المنتخب المغربي، وحول أولا هذه الخسارة وهي الرأي العام. قال أنا آتي لفريق لم يكن متوهجا يبحث عن نفسه، وكأنه قال بأن الجماهير لا يفهم هذه المطالب أو سقف المطالب الكبير الذي تطالب به الجماهير المغربية. ماذا قال إيرفي رونار عقب المباراة؟ نشاهد. ما هو إحساسك بعد هذه المباراة؟ لابد أن نتحلى بالواقعية في عالم كرة القدم. لعبنا بطريقة جيدة في الشوط الأول. خلال كل المباراة كانت هناك 3 تسديدات مؤطرة من الكونغو الديمقراطية، ولكن خلقنا الكثير من الفرص وحصلنا على الكثير من الفرص التي لم نجسدها. لم نعرف كيف نجسد هذه الفرص، وضعنا أنفسنا في وضعية صعبة ودقيقة ومعقدة. لابد أن نتحلى بالإيجابية فيما تبقى من المباراة. هذه المجموعة صعبة، ولكن اليوم يجب أن نفكر فيما سيحصل. ماذا عن اليأس والحزن؟ الشعب المغربي ينتظر الكثير من هذه البطولة. يجب أن تذهبوا إلى بعض الحدود. طبعا كل أمة تنتظر الكثير من المدرب ومن الناخب الوطني. رأينا وأن توغو تتعادل مع الكوت ديفوار. هذه نتيجة جيدة للتوغو. يجب أن تكون قوي جدا، ولكن غياب تجسيد الفرص هو خيبة الأمل. ولكن عدم التعامل الجيد مع الفرص. لعبت ب5 لاعبين في الدفاع وخط وسط الميدان. كيف ستسير الأمور؟ أولا بعد تسجيل الهدف علينا انتقلنا إلى منظومة 4-4-2 ولعبنا أيضا ب4-3-3. كرة القدم ليست فقط المنظومة، ولكن عليك أن تتحلى بالفاعل.